السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. كل واحد فينا على هذا الكوكب هو البطل ديال الفيلم ديالو، والجمهور اللي كيتفرج فيه هو الزمن الممتد من بداية البشرية حتى النهاية ديالها. لكن رغم هذا الحشد لا متناهي من الممثلين اللي داخلين فيه واللحظات والأحداث، في الفيلم ديالك الدور اللي كتلعب السيناريو ديالو ما تكتبش لشي حد من قبلك ولا غادي تكتب لشي واحد اخر من بعدك. اللحظات والاحداث اللي كدوز منها خاصه غير بيك انت بوحدك، حيت انت هو البطل ديالها. لحظات واحداث غير قابله للتكرار، العوامل لا نهائيه، الزمكان، الظروف، المشاعر، وكل موقف، كل لحظه، كل اختيار هو فريد من نوعه في التاريخ ديال البشريه. داكشي علاش عيش اللحظه امولاي الصديق. فين ما تندوز من واحد الشارع حدانا ديما كنتذكر واحد الديكور مفرفر للضمير طرا ليا في الماضي. ديكور دار ليا بلوكاج فلسفي في دماغي، خربق ليا الموريات ديال اللوجيك، بحال الا التحالف النووي اتفقوا عليا باش يغريسيوني في طريق اللوجيك اللي في الدماغ، حطوا ليا وسطها الحجر باش نوقف ويهجموا عليا. ملي كنت في الابتدائي كان واحد الجزار في هذاك الشارع واللي كنت ندوز منه ديما الا بغيت نمشي للمارشي نجيب شي صخره للوالده، ولا نجيب ليها القفه اللي كانت كتخليها عند واحد ولد جيراننا جايجي. هذاك الجزار اللي في الشارع شي خطاط بغا يتفلسف وكتب فوق هذاك الباش بخط من خطوط الهربه: جزار اللفت. اول مره قريتها دماغي تقوص بحال ظهر المش ملي كيتفاجئ من شي خطر. جزار اللفت. ديما تنقول ياك ما هاد اللفت عنده علاقه بهذاك المثل الشعبي ديال الجزار وتعشى باللفت. سنين معدده وهذيك البلاصه اللي فيها الجزار الجي بي اس ديالها في دماغي، التصويره التعريفيه ديالها مرسومه فيه لفته مخربقه ليا اللوجيك. وبقى هاد الشيء حتى دخلت الاعدادي. واحد النهار غادي ندوز من حدا داك الجزار، هزيت راسي وشفت في الباش، وفجاه غادي نقرا جزار الفتح، تلوحة وتفرفر. الفتح اللي سنين هادي وانا تنقراها اللفت. الله على راحه، والله شحال فرحت اخيرا تحيد هذاك البلوكاج وتحيدوا هذوك الحجر من الطريق ديال اللوجيك، وتحيدات حتى هذيك التصويره ديال اللفته من الجي بي اس، ولا بلاصتها احساس بالفرحه كل ما تذكرتها ولا دزت من تما. مي اهم حاجه ما وليتش كنتيق في العين وفي الصوره. من قديم الزمان والصوره وسيله اساسيه لنقل الافكار، حيت عندها قدره كبيره كتجاوز اللغه. الصوره كلشي تيفهمها بلا كلمات، صوره وحده تقدر تختصر كتاب على قدو. الصوره كذلك عندها قوه عجيبه في ايصال الافكار بشكل غير مباشر. كاع المنظمات السريه وحتى العلنيه كتخدمها، حتى الشركات من اكبر شركه حتى الاصغر سناك ولات كتخدمها. كلشي ولا عنده اللوغو، رمز تميزو على غيره. الطبيعه كذلك ومثال، حتى هي عندها الرمز ديالها، والرمز ديالها هي الدائره. كلشي تيدور، الزمن تيدور، القمر مدور، الشمس مدوره، الارض حتى هي، الدوره الدمويه، دوره الحياه، كلشي غادي وتيدور. حتى الحيوان الا حبستيه غيبقى يدور ليك في دائره. في الاشكال الهندسيه الدائره هي اللي كتمثل الكمال، حيت ما فيهاش الزوايا بحال المربع والمستطيل. اخطر الاشكال الهندسيه راه هو المثلث امولاي الصديق، مول الزوايا الحاده، الزوايا العدوانيه اللي كتعني التحدي. داكشي علاش امولاي الصديق صحاب الحال للتحدي هذاك الكمال ديال الدائره خرجوا المثلث كشعار للمنظمات السريه ديالهم من قديم الزمان. وهذا الشيء من حصريات القناه، وان شاء الله العميق ديالو غادي تلقاوه في كتاب العنكبوت ديال الهربه. المهم التصويره كطريطه عندنا في العقل الباطن. بالتصويره يقدروا يديروا لك الراء والضوء بلا ما نهضروا على الرموز. راه غير الالوان بوحدها المعاني ديالها راه الهربه. الحمر ماشي هو الزرق، والابيض ماشي هو الكحل. تصويره وحده راه تقدر تضحكك ولا تبكيك ولا كاع تخلعك. ومعالجه هذيك الصور في العقل الباطن راه تتكون اسرع من الكلمات،
الكلمات اللي كتحتاج لفك الشفرة اللغوية كدي الشفرة عاد كتفهمها. إلا كانت الصورة كتخاطب العقل الباطن، فالصوت أمولاي الصديق راه تيخاطب العقل الواعي، وتأثير الصوت راه قوي من تأثير الصورة. تأثير الصوت أمولاي الصديق راه هو أقوى تأثير في هذا الكون، وبه في الآخر غادي يتفاق كل شيء. في كتاب العنكبوت غادي يجي واحد الوقت اللي غادي نلقاو ريوسنا فيه في الفينال تلعبوا مع صحاب الحال. في هذاك الوقت المنظمة ديالنا السرية صافي غتكون انتشرات ودارت العروق وخدات رمز الصوت في وسط الدائرة كشعار ليها. وكما صحاب الحال عندهم بزاف ديال الأذرع، منهم الماسونية ومنهم الصهاينة، المنظمة ديالنا عندها حتى هي أذرع، واللي منهم مول الزريعة ومول الحانوت، أخطر جوج منظمات دازوا في تاريخ المغرب. غادي ندخلهم تا هما معنا في المعمعة، حيت عارف أن الكتاب غادي يتباع عندهم، وعارف أنه غادي يترفض في المكتبات. ونبداو الحلقة ديالنا، تبعوا معايا. الأمثال الشعبية عبر الأزمنة وفي كاع العالم هي عصارة تجارب الإنسان في الحياة، بحال هذاك المثال اللي جبدناه في الأول ديال الجزار وتعشى باللفت. في هذا الجزء المثال اللي غادي نبنيو عليه هو تبع الكذاب حتى لباب الدار. غادي نتبعو دابا بوبغلا، والمناسبة البوليميك اللي نايضة بينهم وبين فرنسا هاد الأيام، واللي كل نهار تيجبدوا ليهم شي بلان عاضين فيهم بسنان سواريز ما غاديش يطلقوهم. في أواخر 2020 واللي كان في كورونا، وفي الوقت اللي طايح في بلاد الكبرانات كسر من نايض، ولد بوبغلا غادي يخرج ويفاجئنا ويقول مقصح وجهه بلا حشمة بلا حية. قطاع الصحة نتاعنا اليوم حتى في الوباء اللي أنا عايشينه تاع كوفيد، وأقولها والرأس مرفوع، أن قطاع الصحة نتاعنا اليوم المنظومة الصحية للجزائر من أحسن المنظومات الصحية في أفريقيا، إن لم أقل أحسن. الكبرانات لقاو الهوجة في بوصباع اللي مدبعهم برداه وتيصفق من الفوق، أما العالم جاب ليه الله فرجة. بحال هاد القناة الألمانية اللي بعد ما وصلاتهم خبار بوبغلا تيقول أن عنده أحسن منظومة صحية، دارت عليهم هاد التقرير واللي قالت أن بنادم تما تيموت ما لاقي حتى أبسط الأشياء، وأن الشعب ولا تيهجم على المستشفيات، وتساءلات واش هذه هي أحسن منظومة صحية في أفريقيا. ما غدوش بزاف، ولد بوبغلا غادي يمشي نيش لألمانيا باش يتعالج، وغادي يخلي هذيك المنظومة الأحسن في أفريقيا، وغادي يجلس أكثر من شهرين. بوبغلا تعطل حتى تخلعنا عليه، شهرين راه بزاف. أكيد أنه ما كانش بغا يرجع، وأكيد من التصاور اللي كانت كتجي من ألمانيا ووجهه باين عليه الخلعة والرعب أنه يمكن كانت تعرض لمحاولات اغتيال. داكشي علاش اليوم مكمدها وساكت ومكمل صحة. والبوبغلا راه أول رئيس رهينة تلوحها وتفرفر، وخلانا عاوتاني حتى غفلنا، وهو يذكرنا عاوتاني وقال: أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد
ان النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. هاد القوم امولاي الصديق راه بزاف وعلى دولة ما كاينش اللي تعرف ليهم قدامهم فرنسا. فرنسا اللي غير البارح الخميس جريدة لوبينيون غتكتب واحد المقال غادي يفجر عاوتاني واحد البوليميك جديدة. مقال قالت فيه ان المستشفيات الفرنسية كتسال الجزائر، وان الجزائر خاصها تخلص الفواتير ديالها. فواتير وصلت ل 44.9 مليون دولار في 2023 لفائدة المستشفيات العمومية في باريس وليون ومارسيليا، في الوقت اللي هذيك المستشفيات عندها عجز تقريبا بنص مليار دولار. جريدة لوبينيون قالت أن هذا الملف قليل اللي عارفه، وأن تفسير هذا الدين الكبير هو أن المرضى الجزائريين اللي عندهم السياحة وحتى مالين الباسبورات الدبلوماسيين تيجيو للسبيطارات وهما عندهم أمراض خطيرة كاع ما كتغطي هذيك التأمينات المطلوبة اللي عندهم، وهذيك الأمراض جابوها معاهم من الجزائر وكيدخلوا لفرنسا باش يتعالجوا. فرنسا كتعالجهم رغم خطر عدم الدعم، تستغلوا اتفاقية 1968. الحصة الكبيرة ديال هاد الديون المصدر ديالها هما مالين الجوازات الدبلوماسية اللي تيديروا مواعيد مع كبار الأطباء في المستشفيات الفرنسية، بحال واحد الموظف في قنصلية ليل اللي خلى موراه فاكتورة ب30,000 دولار اضطرات بها الدبلوماسية الفرنسية باش تدخل وهدات القنصلية الجزائرية أنه إلا ما خلصوش غادي يفضحوهم في الرأي العام. Cette semaine par l'opinion est très éclairant. Le journal révèle en effet que les factures laissées par des patients algériens aux hôpitaux publics seraient de quasiment 45 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que la France rend l'accès aux soins inconditionnel et que certains Algériens en visa touristique ou diplomatique le savent très bien et parfois en profitent. C'est un scandale qui ne va pas améliorer les relations entre la France et l'Algérie. Au conflit diplomatique s'ajoute la grosse ardoise laissée pour les hôpitaux français. Près de 45 millions d'euros, c'est le montant total de la facture laissée par des patients algériens dans les hôpitaux. Phénomène rendu possible grâce à des accords signés entre la France et l'Algérie. Les patients en question répondent à des critères bien précis, Antoine Bienvaux. Eh bien, il faut distinguer deux types de patients. Il y a d'abord les Algériens disposant d'un passeport diplomatique qui viennent consulter les grands spécialistes français directement. Un accord ancien passé entre les deux pays les autorise à partir sans payer la consultation, mais la facture doit normalement, selon ce même accord, être remboursée à la France par la sécurité sociale algérienne. Or, selon les informations d'Europe 1, Alger conteste souvent ses frais médicaux et ne s'acquitte que d'une partie de la somme due à la France, ce qui crée un trou dans les caisses des hôpitaux français. ولاد العبد كاملين تيخليو غير بوصبع بوحدو حاصل في المنظومة الصحية ديالهم، وهما كيداواو على حسابه في احسن السبيطارات وتيديروا مواعيد مع احسن الاطباء ديال فرنسا. راه تلوحها وتفرفر. نظام الكبرانات وعبر وكالة الانباء الجزائرية غادي يردوا على جريدة لوبينيون وقالوا تواصل الصحافة الفرنسية التحامل ديالها وداك الشيء ديال بلا بلا حتى وصلت للفواتير، وقالت انه من 2010 حتى 2019 حولات شحال امولاي الصديق شحال تقريبا 94 مليون دولار لفائدة المستشفيات الفرنسية. إنها الجزائر المحلبة، وأنه خلال الفترة بين 2022 و 2024 دفعات 24 مليون دولار. واو على أرقام مولاي الصديق بلا حشمة بلا حياة كتنشرها في وكالة الأنباء الجزائرية. بهذاك الرقم أمولاي الصديق راه تبني مستشفى جامعي اليوم. هاد الأرقام كما كتشوفوها راه كاينة في الموقع الرسمي ديال وكالة الأنباء ديال الهربة، هما اللي نشروها بيديهم، وهذه هي تبع الكذاب ديال أحسن منظومة في أفريقيا حتى لباب الدار، واللي باب الدار ديالهم هو وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية. وعلى دولة من ورقلة الأسرى. نعم. أنا عندي 40 سنة. نعم سيدي. طول صغير جواد الشيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل. إن شاء الله. وقال ماني أمر وقت آخر، قال لك سباب هلاك الجزائر الصحة الغربية.
ايه هذه الامانه اللي قلتها لك وتدبر راسك ان شاء الله. Selamun aleyküm ya muahrebin el mağrib av al asıl ve el baki takli de takli